يا صباح الفل، اهلا بكم في فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده هشارك معاكم يوم كده في حياتي. يعني اليوم بيمشي معايا ازاي. يعني في الاغلب اول حاجه بصحى الصبح، اول حاجه بعملها هي بشرب كوبايه القهوه، يعني عشان اعرف اكمل بقيه اليوم. بعد ما بشرب القهوه يعني يعني معظم الايام بقعد اقرا شويه كتب معايا او بدرس حاجات او كده. يعني ده الوقت الصبحيه اللي لو ما عملتش كده مش هعمل كده بقيه اليوم. فبحب اشرب القهوه، ويبقى الوقت ده بتاعي انا. يعني هدرس حاجه، هقرا كتاب، هقعد يعني بقعد كده مع وقت كده حوالي ساعتين مش اقل من كده، عشان انا بس في دراسه بعملها فلازم اقعد اقرا وادرس، يعني عموما حاجات اخلصها في الماجستير اللي بعمله. فبقعد اخد كوبايه القهوه واتنين كوكيز كده، وده الفطار بتاعي يعني. وافطر وكده وانا بقرا الكتب او بذاكر يعني. بعد كده بعمل الحاجات اللي يعني ايه، يعني بحس وقت الصبحيه ده لو انا محتاجه حاجه تكون فيها تركيز ذهني، يعني مخي يكون شغال فيها ويعني اركز فيها، هو وقت الصبحيه. لكن بعد الظهر انا بكون مثلا تعبانه او حاجه، او اليوم كله خلاص ينفع اعمل حاجات انا مش محتاجه فيها تركيز ذهني. بس نفسي اشجع كل حد يعني فيكم، حتى لو انت مش بتذاكري حاجه او يعني او بتدرسي حاجه، مهم قوي يكون ليكي وقت الصبحيه ليكي انت. يعني حتى يا جماعه لو نص ساعه تشربي فيها قهوتك او تشربي فيها حاجه كده، وتقعدي كده مع نفسك تريحي، زي بتعملي كده الوقت ده ليكي انت، هي بيفرق جدا في بقيه اليوم. هنا جيت بعد كده خلاص هبتدي اليوم، بدخل المطبخ اشوف لو حاجه هتتعمل او عايزه حاجه اعملها. بص انا في المطبخ عموما لو انا في علب عندي خلصت، على طول بكون يعني مثلا علبه دقيق، علبه اي حاجه، علبه بقوليات خلصت، بكون بغسلها وبتاكد ان هي نشفت كويس قوي، وممكن برجعها في الظرفه مكانها هي فاضيه، عشان وقت لما اجيب يعني مكان الحاجه اللي خلصت تكون العلبه موجوده في ظرفتها في مكانها، انزلها اعبي فيها الحاجه. لكن فكره ان انا احط مثلا على طول نفس العلبه ونفس الدقيق، اكون بجيب حاجه جديده احطها مكانها في العلبه من غير ما تتغسل، ده من الحاجات اللي بتخلي ممكن الحاجه جديده معاكي بس تضرب، تعمل سوس، تعمل اي حشرات. لكن بدل حاجه خلصت مهم قوي تكون بغسلها وبنشفها وارجعها مكانها عشان تبقى جاهزه الوقت اللي هجيب فيه الحاجه، يعني تكون موجوده. انا هنا ده العلبه دي حطيت فيها دي اسمر، وهنا جايه في بالي جدا اعمل كيكه الدقيق الذره الاصفر. يعني اكلتها من بدري، وعارفين تحسوا لما اكله ولا حاجه زي من زمان اكلتوها وتكون جايه في بالكم كده، فممكن هعملها معاكم في القناه. يعني دي الكيكه بتاعت الذره الصفرا دي جميله جدا جدا. بص انا من الناس اللي عشاق الكيك، يعني انا بحب قوي الكيك بكل طرقه بكل وصفاته، فبحب اعمله، فممكن اعملها معاكم في القناه. دي الذره الاصفر، ودي الاسمر بدخله يعني مع الدقيق الابيض، يعني ممكن مع في الكيك معجنات بحب ادخل كده يعني دقيق اسمر مع الدقيق الابيض. هو الدقيق الابيض يعني ميزته ان هو بيرفع الحاجه، بينفش يعني في الدقيق في المعجنات في الكيك، مش زي الدقيق الاسمر. بس يعني ايه، يعني اخد فايده ده وفايده ده بمعنى اصح. بحب اعمل خلطه اخلطهم مع بعض. وهنا جبت برضو كيلو سميد. السميد برضو بستخدمه في البسبوسه. بحب اعمل قوي رموش الست، يعني انا من عشاق رموش الست، فبحب اجيب السميد الدقيق مش اكياس البسبوسه، لا يعني السميد سميد عشان استخدمه في اي حاجه، سواء بسبوسه او اي حاجه فيها عايزه دقيق السميد. بحب يعني يكون عندي موجود، يعني بيدخل معايا في كذا حاجه يعني. العلب التخزين دي من اكتر العلب اللي انا بحبها جدا، يعني حقيقي يعني جميله وتحفه. انا عامله لها فيديو مخصوص في القناه استخداماتها وشرحها بالظبط. هي تبروير جميله جدا، هي مش بتنزل في العروض كتير بس حقيقي تحفه، من جميله جدا. العلبه اللي انا هحط فيها الفاصوليا، انا جبت فاصوليا حمراء، بس انا عندي في الفريزر فانا هخزنها فتره شويه. فلو حاجه هخزنها شويه مثلا تقعد مثلا معايا شهر او حاجه او كده، بحب احطها في علب
حاجه اسمها البزلاين. البزلاين دي بقعد اقفلها يعني امشي على الغطا حته حته زي بالطريقه دي هي محكمه الغلق بشكل رهيب. يعني لو قعدت شهور عنديكي، لو اي حاجه عايزه تسيبيها وتبقى قاعده فتره طويله عنديكي، اطمني فيها جدا. بس هي طريقه قفلها يعني انا مش بحب احط فيها حاجه، يعني مثلا دي استعملها كل شويه افتحها واقفلها، ان وقت ممكن انا واقفلها ما اقفلهاش كويس قوي. فعايزه حاجه احطها بس اتاكد اني قافلاها كويس واسيبها، واكون بحط في بطني بطيخه صيفي زي ما بنقول. بص، انا المعتاده عليه في المطبخ، يعني انا مفيش مره يعني من ساعه ما اتجوزت ان نزلت المطبخ كله ونضفته. يعني من 15 سنه ما عملتش كده خالص. اللي بعمله ان انا ممكن كل وقت والتاني اعمل لي درج، اعمل لي رف، اعمل لي حاجه كده في وسط اليوم. يعني اكون ماشيه، يعني المبدأ ده ماشيه في كل حاجه في البيت. يعني اكون مثلا كل يوم اعمل لي درج، اعمل لي ضرفه، اعمل لي رف. بالطريقه دي احس ان المطبخ انا من جوه انا متابعاه. لكن مش هيجي في وقت كده اقول عايزه انزل المطبخ كله او عايزه اعمل ارفف المطبخ كلها، بيبقى دربكه وقلبان، وحقيقي صعب جدا جدا. البرطمانات بعملها ازاي؟ انا بغسلها من جوه ازاي؟ وقت لما تخلص البرطمان او العلبه، لما تخلص بغسلها زي ما قلت لكم، وارجعها تاني مكانها من جوه. فانا البرطمانات بغسلها من جوه وقت ما تخلص. تمام. امتى اغسلها من بره؟ ممكن انا بستخدمها خلاص خلصتها، ممكن اغسلها من بره. اول مثلا لو هعمل رف دلوقتي مثلا، انا بمسح الرف، بنزل الرف كله بس امسحه. لو لقيت حاجه من بره في البرطمانه متوسخه او تراب او كده، او ممكن امسحها. لكن البرطمانات نفسها او العلب مش بغسلها من جوه خالص دلوقتي. انا بس بطلع الرف كان عليه تراب، بطلع الرف كده وامسحه. ان هو باين في التصوير نظيف، لكن هو في الحقيقه كان مليان تراب ونقط كده صفرة. فبس يعني مسحته ورجعته. انا في حاجات كتيره جدا شايلاها في الفيديو قصاها، يعني انا بمسح، انا بوطي، انا بعمل حاجات كده انتوا عارفينها يعني، بس انا قصه كتير. يعني لو ما تلاقوني رجعت على طول البرطمانات، لا انا كنت مسحت. فما بمسح الرف فوق وتحت كده بمسحه كويس. ولو البرطمانه نفسها او العلبه فيها تراب او حاجه برضه بمسحها وبرجعهم اماكنهم تاني. بالطريقه دي يعني هي خطوات صغيره بس بتفرق جدا في اسلوب حياتي جدا. ان انا مش بدربك الدنيا عليا. يوم ممكن عايز اقول لكم، يعني ممكن الضرفه دي ممكن اقعد لي فيها يومين، يعني كل يوم اخد لي رفين بس. كويس قوي، انا كده راضيه. يعني خطوات صغيره جدا بس نكون منتظمين عليها في حياتنا، هنلاقيها حقيقي بتفرق في حياتنا كتير. وممكن وقت ما احنا بنعمل الحاجه دي انا مش محتاجه تركيز ذهني رهيب، يعني انا مش محتاجه. يعني انا ممكن اكون، يعني عايزه اقول لكم انا كنت بسمع محاضره او حاجه، فكنت حاطه السماعه وبشتغل. انا في الاغلب بعمل كده. لو انا بوضب حاجه، بنضف حاجه، ممكن اشغل مثلا، لو انا مشغله الموبايل احطه في جيبي واحط فيه الهاند فري، واكون سمع حاجه. حتى لو هسمع يعني موسيقى، هسمع حاجه مفيش مشكله، اكون بهدي نفسي بحاجه بتشجعني، اكون بعمل حاجه. يعني اوقات كتيره بنحس التنظيف او الترتيب او تنظيف حاجه اهم بكبير، لكن احنا ممكن بطرق بسيطه جدا نهون علينا الوقت ده، او استفاد بيه في وقت تاني، حاجه اسمعها. بس انا كنت هنا بدأ مشغله اللاب، عشان كده كنت حاطه الايربودز. فعادي ممكن، يعني انا مش محتاجه، يعني زي ما قلت لكم انا بنضف الرف وبمسحه، تركيز ذهني فظيع. انا حاجه اوتوماتيك بعملها. فممكن نستغل الوقت ده، نسمع حاجه. يعني ممكن عادي شغلوا القناه بتاعتي واسمعوا الفيديوهات يا جماعه. يعني ممكن نستغل الوقت ان انا بدل مثلا انا عايزه اشوف فيديو على يوتيوب، اوكي، بدل ما انا اشوفه واقعد كده قدامه وقاعده على السرير ولا قاعده على الانترين، احط التليفون كده قدامي واتفرج على حاجه وانا بشتغل. يبقى انا وقت الشغل اللي انا بوظفه، بنضف ظرف، بنضف حاجه، وقت ممتع. انا بس بتفرج على حاجه مش محتاجه التركيز الذهني الرهيب، وفي نفس الوقت انا انجزت حاجه عملتها. عايزه اقول لكم لو تابعتوا الحكايه دي حقيقي بتفرق كتير جدا. قولوا لي انتوا لما بتنضفوا وبترتبوا حاجه
ايه بتعملوا وقت التنظيف، يعني ايه الحاجه اللي بتعملوها وقت ما بتنضفوا او ترتبوا حاجه. بصوا الرف ده، انا ساعه لما صممت المطبخ انا كنت عايزه اعمله رف احط فيه المكنسه والجاروف والحاجات دي، وهتلاقوني فعلا في اول فيديوهات على القناه لما صورت الضرفه دي، ضرفه الخزين، صورتها كنت حاطه فيها المكانس وحاجات زي كده. بس وقتها انا ما كنتش عامله، انا عملت دولاب في الحمام جمعت فيه كل المكانس والجردل والحاجات دي كلها، يعني حطيت فيه كل المنظفات. هو وقتها انا ما كانش عامله حسابي ان انا هعمل حاجه في الحمام، او ما كانتش ظروف هعمل حاجه في الحمام، فكنت بحط المكنسه والحاجات دي. فطبعا بس لما عملت حاجه منفصله ليهم ده كان افضل. وحطيت الهوكات اللي من فوق دي بتتعلق عليه على الضرفه، يعني دي مش مسامير، دي بتتعلق، حطيتها بس من فوق. يعني انا مش يعني الضرفه دي نفسها عشان طويله طول، انا مش عايزه احمل عليها تقل عشان المفصلات بتاعتها، فحط عليها حاجات خفيفه جدا من جوه، علبه بسكوت، علبه حاجات كده، حاجات خفيفه كده من جوه، مش تقل، يعني مش حاجه تقل، يعني مش حاجه حمل كبير، وفي نفس الوقت مستغلاها في حاجات صغيره يعني. ده كان تصميم عشان تقولوا ايه الزيق الابيض ده، او ده كان عشان المكانس والحاجات دي ما تترميش على البرطمانات او العلب من جوه يعني. دي كانت ضرفه الخزين بس اللي عملتها، نضفتها. هنا هعمل معاكم حاله اسمه حاله البطاطا او كيكه البطاطا او حلويات البطاطا. انا بحب البطاطا جدا، فهي اللي بيسموها البطاطا او هي البطاطا يعني، او البطاطس الحلوه، ولا ايه، البطاطا الحلوه لونها احمر كده من جوه. هعملها معاكم بالكريم كراميل. انا اللي عملته جبت البطاطا كويس، نقعتها في شويه ميه وبالفرشه غسلتها كويس قوي، وقطعت البطاطا كلها نصين وحطيتهم في حله عليهم شويه ميه سلقتهم، بس ده اللي عملته. اوكي، بعد كده جبت كريم كراميل البواكي الجاهزه، وكل باكو عليه كوبايتين لبن، يعني الباكو اللي هو مكتوب على العلبه الباكو عليه كوبايتين لبن. بصوا انا في الاغلب انا ليه بحب اعمل حاجات فيها لبن، ان انا مش باكل لبن خالص الصبح، مش بفطر لبن، ولا بنتي الصغيره نفس الكلام. يعني انا بنتي الصغيره لما بتروح المدرسه الصبحيه مش بتحب تفطر، مش بتحب الصبحيه تاكل حاجه خالص، يعني هي بتحب تنزل كده، بتعتمد على الساندوتشات اللانش بوكس. فانا بحب ادخل لبن في الحاجه اللي بناكلها في العصريه او في اليوم، على اساس نعود اللبن اللي يعني احنا مش بناكل لبن خالص غير لو داخل جوه حاجه. ودي مشكله حقيقه وازمه حقيقي كبيره جدا، بس انا المشكله طالعه بنتي الصغيره نفس الكلام، نفسي انا بالظبط يعني. فبحاول لو هعمل حاجه ادخل فيها لبن عشان يعني يدخل لبن جسمنا، يعني بمعنى اصح. فهنا ده لو عايزين تعملوا كريم كراميل، في ناس بتحب تعمله في البيت. انا هنا جايبه بواكي وحاطه اللبن بس اللي فيه. فهنا بعمل ايه، ضربت الكريم كراميل مع السكر واللبن، وبعد كده بقشر البطاطا واضربها في الخلاط نفس الكلام. ضربت، يعني انا عملت البطاطا دي حوالي 2 كيلو بطاطا، يعني بص هو غالبا 2.5 كيلو يعني بطاطا. فبس انا عملتهم على مراحل، يعني على الخلاط، يعني كل مره في الخلاط احط باكو عليه كوبايتين لبن وكوبايه سكر كامله واخلطهم، وبعد كده احط البطاطا عليهم شويه واحطهم في صينيه. انا عاملاهم في اي قالب عندك، صينيه بايركس، صينيه مش عارفه، اي قالب عندك. فانا بس هنا زي ما قلت لكم عشان الخلاط ما يبقاش كلهم مره واحده، فبعملهم على مراحل. فهنا ده اخر مرحله، بقشر البطاطا وعلى طول هي طبعا انا سلقاها زي ما قلت لكم مسلوقه، فبجمعها واحطها على الخلاط. بس في الخلاط سهله جدا جدا جدا، عايز اقول لكم طعمها حقيقي تحفه تحفه مع كريم كراميل. زي ما قلت لكم عايزين تعملوا كريم كراميل لوحديه تمام، بس كده. وهحطها في قالب ولا هدهن ولا اي حاجه، هحطها وبس هسويه كويس قوي، اخليه متساوي، وهدخلها الفرن على درجه حراره حوالي 200 درجه، تاخد لها حوالي نص ساعه كده في الفرن. تحفه، هتستوي وبس تطلع تبرد. المفروض هنسيبها لتاني يوم، يعني هنسيبها على الاقل، يعني بعد ما تبرد خالص بدخلها التلاجة. تاني يوم بسويها، سوري بقطعها، يعني هتكون نشفت يعني. هنا برضو عملت خضار.
بص انا لما بفرز خضار مش بحب ادربك الدنيا عليا، يعني ممكن اجيب مثلا 2 كيلو خضار او 3 كيلو بالكتير لو انا هفرز خضار. فهنا انا في السوق لقيت الفاصوليا دي حلوه كده وصابحه زي ما بيقولوا، ويعني مقرمشه يعني طازه جدا. فاللي جبتهم دول حوالي مش فاكره صدقوني، كيلو ونص 2 كيلو حاجه زي كده. بس دول هفرزهم، هقسمهم على يعني في الاغلب كيسين. ان انا بحب احطهم لما بعمل فراخ او حاجه في الالترا. بحب اي خضار اعمله مع الفراخ او اي حاجه او اللحمه. بحب تكون معايا يعني اكياس خضار موجوده في الفريزر. ممكن في اليوم كده يعني لو جبت لي نوع خضار ممكن افرزه، يعني بتبقى حاجات بس كميات قليله. لو انا ده وسط اليوم او وسط الحاجات اللي بعملها خلال اليوم، لو في خضار بفرزه واقطعه واحطه في الفريزر. وبحب احطه في الفريزر بشكل مسطح. لو هحطه في اكياس اكون ببططه بالشكل ضيق ويكون متسطح معايا، ان انا بحطه في درج الفريزر. يعني اي خضار عندي بحطه في درج الفريزر، في درج حاطه له الخضار بحطهم اكياس متبططين كده فوق بعض. او ممكن امسكهم او يعني الكيس نفسه اكون بقفله بعقده، او اللي قافل او الماسك غلق الاكياس تعايكيه باي شكل من الاشكال. وعموما انا الخضار لو حطيته بالشكل ده بيتجمد يعني، وانا بس اللي بطلع وادخل في الخضار، يعني مفيش حد غيري بيتعامل في الدرج غيري انا يعني. ببقى عارفه ايه الكيس انا عاملاه ازاي او قافلاه بالشكل ايه يعني. هي انا مش عارفه الفاصوليا عامله في التصوير لونها اصفر ليه، بس هي كانت لونها اخضر حلو يعني خضرها حلو. بس هي مصفره معرفش يعني، هي مش لونها كده يعني، لونها اخضر. بس فبنتهز فرصه اي حاجه لو لقيتها في السوق يعني حاجه كويسه وحلوه اكون مثلا بجيبها، وبتساعدني جدا جدا يعني، بتوفر عليا وقت كتير. الخطوات دي جدا في اليوم. في اي وقت هعمل خضار تبقى حاجه موجوده في التلاجة. يعني انا الخضار وجوده في الفريزر عندي عايز اقول لكم اهم بكتير قوي من اي لحوم او اي حاجه. دي اهم حاجه يعني. انا ما عنديش مشكله خالص اعمل اكل من غير لحمه، اهم حاجه فيه خضار. دي هنا كنت طلعت الكريم كراميل. بصوا هو مفروض ما نقطعهاش خالص، غير زي ما قلت لكم تبرد خالص، وادخل بعد ما تبرد ادخلها التلاجة تقعد على الاقل 3 ساعات عشان تمسك نفسها. يعني فكره نفس فكره الكاستر او كريم كراميل، يعني هو وسخن هيبقى مهري او يعني سايب، لكن لما بيدخل في التلاجة بيبقى ماسك نفسه. فهنا انا اكياس اللي بتيجي مع بواكي كريم كراميل حطيت كيس كده من فوق، رشيته عليه من فوق كتزيين للحالة ده. او ممكن احط ارش جوز هند براحتكم يعني. بس انا هنا بنتي الصغيرة كانت فوق وداني زي ما بنقول، فيا حبيبتي استني شوية، نستنى ساعتين يعني 3 ساعات، او بكرة لما تيجي من المدرسة تاكليه. لا انا عايزة اكل دلوقتي. هو هيبقى ماهي، هيبقى سايب نفسه. لا 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 انا نفسي اكل، انا عايزه اكل. عارفين شغل المجاعه ده. فرحت عايزه رحت طلعت لها حته. عايزه اقول لكم كانت متبهدله يعني، كانت سايحه خالص خالص. يعني ما تعملوش كده، يعني ما تعملوش الحركه اللي بعملها. بس انا يعني هي كانت عايزه، رحت طلعت لها حته من نفسها يعني. بس هي كانت يعني هي الحاله المفروض ما يكونش بالمنظر ده عشان يبقى جامد. لازم اكون بسيبه على الاقل زي ما قلت لكم 3 ساعات او 4 ساعات في التلاجة. هتشوفوا شكلها ازاي معايا لما بكون بسيبها. يعني شايفين شكلها هي لما طلعت من الفرن شكلها سايب قوي. بعد كده النور قطع، الحمد لله قطع معايا. النور بالليل بيقطع مع قرب ساعتين يعني. ففي الوقت ده قعدت الم في المطبخ يعني. بص انا في حركه عاملاها حلوه قوي في تشطيب الشقه، عامله جنب يعني في كل مكان، في اوضه في مطبخ جنب البريزه حاطه زي لمبه، حاجه اسمها لمبه سهاره يعني. زي هي لقمه. عايز اقول لكم مش في التشطيب يعني، ممكن لو اي حد انت مش عامله حسابها في كهرباء بتتحط بسهوله جدا جنب اي فيشه كهرباء. حاجه اسمها لقمه سهاره، لقمه بتتحط جيبيها من عند اي بتاع كهربائي. اي حد عنديه فيش وحاجات كهرباء يقول له عايزه اللقمه دي. دي عايز اقول لكم وقت قطعان الكهرباء في كل اوضه مثلا حطي لك وحدايه فتنور لك الاوضه، تبقى عارفه تتحركي. حتى لو العيال صغيرين معاكي لو النور قطع فجاه حطوها هي تنور سهاره. فحلو قوي تحطيك واحده انا في كل اوضه في المطبخ. يعني انا لما النور بيقطع معايا قرب ساعتين بالليل بعمل مواعين، بلم الرخامات، انضف حاجات، يبقى عارفه اتحرك يعني، مش الحياه بتقف بشكل رهيب.
وهي عايزه اقول لكم يعني انا مش فاكره انا جبتها بكام يعني، بس انا جبتها وقت ما كنت بشطب الشقه، كانت اللقمه دي عامله 50 جنيه. انا مش عارفه هي دلوقتي عامله كام، بس حقيقي يعني بتنفع جدا، بالاخص الوقت ضيق والكهرباء بتقطع بشكل رهيب جدا. ممكن تجيبوها وهتنفع معاكم كتير جدا. دي هنا كان تاني يوم، خلاص قعدت الحالة ده في التلاجة. شايفين طالعة شكلها زي ماسك نفسها، بس عايزة اقول لكم بتدوب دوب في البق، حقيقي جميلة جدا جدا. نفسي تجربوها. لو اي حد جربها وعملها قبل كده برضه اكتبوا لي في الكومنتات، بس جربوها تحفة يا جماعة، جميلة جدا. هنا زودت شوية من صوص اللي بيجي معاه، هو السكر ده، صوص السكر ده. عايز تزودوا زودوا، يعني زي انت كده الطبق الصبحية تفطروا بيه. وقت ممكن المغربية او في الغروب كده، او اي حاجة عايزين تاكلوا حاجة زيادة. حالة جميل جدا جدا وسهل، ومن غير بيض للناس اللي مش بتحب اي حالة فيه بيض. ده مفيهوش بيض، مفيهوش دقيق، يعني انا معتمدة مكان الدقيق حاطة البطاطا، ومش حاطة بيض خالص. فجميل جدا للناس اللي عندها مشاكل مع الدقيق، في ناس عندها حساسية من الدقيق، فحالة حلوة قوي. والناس اللي مش بتحب البيض، حالة جميل جدا من غير بيض. انا عايزه اقول لكم حاجات كتير كنت فعلا مسرعه على الفيديو بشكل رهيب فيها، بس هي بتاخد وقت يعني. هدي اللقمه اللي بقول لكم عليها وسط جنب اي فيشه كهرباء، ان تكون بتتحط حلطان بسهوله، يعني مش لازم اكون عامله لها امداد او سلك في الحيطه، لا خالص، حتى لو مش عامله حسابها بتتحط بسهوله جدا. وده شكل الحاله البطاطا. حاجات بسيطه سهله، يعني سريعه، تتعمل في الخلاط، يعني مش محتاجه دربكه وشغل كتير. بس بنفرح بيها العيال قوي يعني. لو انتوا مش مشتركين معايا على الفيسبوك، هكون بسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وعجبكم واستفدتوا حتى لو معلومه صغيره. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يترفع ويتشاف اكتر. واشوفكم في يوم جديد واسلوب حياه جديد، وربنا معاكم.